ازاي تجنن شخص بيتجاهل رسايلك او بيعمل سين وما يردش او بيتقل عليك؟ في لعبة نفسية ذكية جدا هعلمها لك، اسمها تجاهل التجاهل. وده اذكى واقوى رد ممكن تعمله مع الشخص يتجاهل رسايلك، انه انا ما خدتش بالي انك عملت سين اصلا. ده هيوضح له ان عدم ردك على المسج بتاعتي انا ما شفتوش اصلا، فبالتالي انا نسيت انك ما ردتش عليا ونسيت الموضوع اللي انا كنت بتكلم فيه وعايشة حياتي عادي. فهاجي بعد كام يوم عايزة اسألك على حاجة تانية خالص، هسألك عليها عادي. طيب ننفذ ده ازاي بالظبط؟ ركز بقى معايا عشان اقولك الخطة هتمشي ازاي. هنعمل كده بالظبط. فلنفترض دلوقتي في شخص متجاهل رسايلك وانت بعت له حاجة وهو مش رادد عليها. استنى يومين او 3 وابعت رسالة عادية جدا كأنك بتكمل كلام في موضوع تاني خالص، او بتسأله على حاجة انت بتشتريها خد رأيه فيها. في نفس الوقت ده انت عايش حياتك عادي جدا ومش شايف اصلا هو بيعمل ايه. اهم حاجة عشان الخطة تمشي صح، لازم تبقى عايش حياتك فعلا، بتعمل حاجات كتيرة في يومك وبتنزل صور كتير انك خارج، انك بتشتغل، وفي نفس الوقت ده وانت بتكلمه ما تكلموش عن اي حاجة ليها علاقة بيه هو. يعني ما تسألش عليه، ما تسألش عن اخباره، كلمه في حاجات ليها علاقة بمصالحك انت. الضربة القاضية بقى هنا، هيرجع بعد كام يوم يرد عليك، هتسلم عليه عادي جدا وهتتكلم معاه عادي جدا. فهيقول لك عملت ايه الايام اللي فاتت؟ هتقول له ولا حاجه، الفتره اللي فاتت تقريبا كانت كلها بعمل شوبينج، وهتلاقيني كنت بتابع معاك كل حاجه. في تي شيرت كنت عايزه اجيبه، كويس ان انت منعتني عشان بجد طلع وحش جدا، وهو اصلا ما ردش عليك. فانت بتقول له انت انقذتني، انا خلاص كنت بجيبه. فهيقول لك قلت لك فين؟ هتقول له ما انا وريتك كل حاجه، وريتك تي شيرت ووريتك شوز، وانت ما وريتوش غير حاجه واحده ان هو ما ردش عليها. فهتكمل وتقول له يعني حاجات كتير كنت بجيبها. هنا هو هيتجنن ويقول لك لا انا ما خدتش بالي خالص. ساعتها الرد هيكون مش عارف بصراحه، بس انا يمكن عشان كنت ببعت لاصحابي كمان فيمكن اتلخبط. المهم ان ذوقك طلع صح. هو هيدخل في حاله لخبطه وهيقول هل هو بيكلم حد تاني ومتلخبط ما بيني وما بينه. الحركه دي بتوصل له رسالتين. اول حاجه ان انت مش حاطه في دماغك ومش مركز معاه خالص، فهو مش هيحاول يتجاهلك تاني اصلا لان انت مش مركز. رقم 2، عارف ان في ناس كتير في حياتك انت مهتم بيهم ومهتمين بيك، فانت حياتك مش واقفة عليه. ساعتها هو اللي هيبدأ يجري وراك عشان يثبت وجوده في حياتك تاني. وبعد كده لو حبيت تقلب عليه الترابيزة وتقلب عليه هو الحركة، هتبدأ انت اللي تفصل عنه مسجات خالص. اهم حاجة في كل ده ان انت تبقى محدد الشخص ده مين في حياتك، عشان لو هو شخص ما ينفعش يبقى موجود في حياتك، يبقى انت كده هتبقى بتسمح لشخص ان هو يلعب بيك